اولا وقبل ما نبدا الفيديو، مبروك لكل الناس اللي اتقابلت معانا في تجاره انجلش السنه دي. خلاص قدمتوا ورقكم وان شاء الله اللينك بتاع الكشف الطبي هيفتح يوم 15، مش ناقصكم اي حاجه غير الكشف الطبي. في الفيديو ده الصراحه جاي احذركم من كام حاجه كده لازم تاخدوا بالكم منها. يعني انا عارف ان انتوا لحد دلوقتي تايهين والدنيا ملخبطه معاكم ومش عارفين منين بيودي على فين، بس عايز اطمنكم ان كل حاجه هتعرفوها وهتهدوا كده من اول لما الدراسه تبدا. كل حاجه هتبدا توضح لكم والدنيا هتبقى واضحه مع بدايه الدراسه ومع اول اسبوع في الجامعه. كل حاجه هتوضح قصادكم، فما تقلقوش. انا بس عايز افهمكم حاجه، ما حدش يدخل في مليون جروب طول ما الجروبات دي ما اتعملتش جوه الجامعه، ما اتعملتش جوه المحاضره. هتلاقوا في مجموعه من الناس بتساعدكم وتحاول انها تاخد ارقامكم عشان تعمل جروب على الواتساب، تفضل تقنع فيك ان ده الجروب الوحيد بتاع الدفعه، وكل جروب هيفضل يقنع فيك ان ده الجروب الوحيد بتاع الدفعه. وفي الحقيقه ان الناس دي اصلا ما بيبقاش ليها صله بالكليه نهائي يعني، وهتلاقي نفسك في مليون جروب وكلهم بيقولوا ان ده الجروب الوحيد للدفعه بتاعتك وان ده الجروب الرسمي. بس اي جروب ما اتعملش جوه المحاضره والدكتور قال طلعوا التليفونات واعملوا جروب مع بعض وحد يبقى مسؤول عن الجروب ده، الجروب ده ما بيكونش ليه علاقه بالكليه. يعني لو الدكتور ما طلبش ان انتوا تعملوا جروب واتساب يبقى لسه ما فيش جروب واتساب ليكم رسمي يكون خاص بالكليه بالدكاتره. طيب الناس دي بتساعدك وتعمل جروب وتدخلك فيه علشان بعد كده في هدف ان هم ينزلوا اعلانات لكورسات عشان تروح تاخد فيها في سناتر. لو انت مثلا ضعيف في كام ماده او كده فتنزل السنتر تاخد معاهم كورسات زي ايام ثانويه عامه لما كنت بتاخد دروس في المواد بتاعتك. هيبداوا يقولوا لك عندنا السنتر الفلاني في المعادي، عندنا السنتر الفلاني في مدينه نصر، تعال احضر اكاونتنج فيه، تعال احضر مانجمنت، تعال احضر ايكونوميك. هيفضلوا يقولوا لك تعالى احضر المواد في السناتر، وتبتدي بقى ان انت تتشتت ما بين شرحهم في السنتر وشرح الدكاتره في الجامعه. تلاقي نفسك في دايره ثانويه عامه تاني، ما وفرتش فلوس. المفروض انت داخل الجامعه عشان تعتمد على نفسك في المذاكره غير ثانويه عامه، توفر فلوس اللي صرفتها في ثانويه عامه. احنا كلنا خارجين من ثانويه عامه صارفين يعني 70-60 الف، في ناس صارفه 100 الف في الدروس. فالمفروض في الجامعة تخش توفر حتة الدروس دي. يعني لو في كام مادة واقفة معاك في الجامعة، في مصادر كتير غير ان انت تنزل سنتر يعني وتدفع مواصلات وتخش سنتر. ما هي كل دي فلوس، وتجيب مية وانت في الشارع وتجيب اكل وانت في الشارع. لكن انت في حاجات ممكن تاخدها اونلاين تبقى برضو ليها علاقة بالمواد في الجامعة. لو في مادة او مادتين انت مش فاهمهم من الدكاتره، بعد ما تجرب شرح الدكاتره جوه الجامعه مثلا لقيت ان في ماده دكتور معين مش عارف يوصل لك الشرح وانت مش فاهم منه، ممكن تاخد فيها كورس اونلاين وما تنزلش سنتر. وهقول لكم ان شاء الله يعني بعدين هنزل فيديو مصادر المذاكره والناس اللي بتدي كورسات اونلاين. هرشح لكم ناس معينه، الناس دي بتنزل ملازمها جوه المكاتب في الجامعه، مش بتنزل ملازم في مكاتب بره. والناس دي يعني انا مجربهم واخدت معاهم كورسات الترم الاول والترم الثاني، فهبقى انزل لكم عنهم في جروب الواتساب، وهسيب لكم جروب الواتساب في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. اللي لسه ما دخلتش فيه مهم جدا ان هم يبقوا معانا في الجروب، اللي هم في تجاره انجلش حلوان بس سنه اولى. الجروب ده انا عامله عشان اساعدكم بس، ما فيش اي هدف منه من ربح او ان انا انزل اعلانات لحد معين او كورس معين. الجروب ده الهدف منه ان انتوا كلكم تساعدوا بعض، مش انا بس اللي اساعدكم. يعني انا زيكم، انا طالب زيكم، مش خريج وعايز ادي كورسات واعمل بيزنس. طبعا دي مش حاجه عيب ان حد يعمل كده ولا انا بقطع رزق حد، بس انا كل هدفي اللي عايز اوصله ان انتوا ما تنزلوش سناتر. بلاش سناتر. لو عايزين تاخدوا في ماده معينه او مادتين مش فاهمينها من دكاتره الجامعه ممكن تاخدوها اونلاين. دي اول حاجه. تاني حاجه ان مفيش جروب رسمي لحد دلوقتي طول ما الدكاتره ما عملتش جروب معاكم جوه الكليه. خلصنا من جزئيه الجروب والكورسات، نتكلم في جزئيه تانية كمان. اول يوم كليه ممكن تلاقي اشخاص بيحاولوا ان هم ياخدوا رقمك، هيوقفوا لك على السلم بتاع المدرج، ادينا رقمك، احنا اتحاد طلبة او مش عارف احنا تبع ايه في الكلية. الناس دي ولا ليها علاقة بالكلية ولا اي حاجة، انت رقمك مسلمه في الملف كاتبه في الورق بتاعك، لو في اي حاجة الشؤون هتتواصل معاك. والشؤون بتعمل جروب واتساب برضو مع بداية الدراسة في الكلية، الشؤون بتعمل جروب على الواتساب.
غير الجروبات اللي الدكاتره بتعملها. الشباب اللي هتطلب منك ان هم ياخدوا رقمك، الناس دول بيشتغلوا مساعدين مع ناس بتدي كورسات اونلاين. لو في منهم بيدي اونلاين من السنتر، وعن تجربه بلاش تنزلوا سنتر، السنتر هيضيع وقتكم. لو في منهم بيدي اونلاين اتفقوا معاهم وخدوا ارقامهم وتواصلوا مع بعض عادي جدا، مفيش مشكله ان الواحد ياخد كورسات برايفت. بس الفكره اللي عايز اوصلكم ان بلاش سنتر. يعني لو عايزين تجربوا كذا حد قبل الناس اللي انا هرشحها لكم، فيعني انتوا حرين، لكم الحريه والاختيار. وبرده اللي عايز ينزل سنتر هو حر، كل واحد بيرتاح في الحاجه اللي هو عايزها. جروب الواتساب اللي انا عامله ليكم، الجروب ده انا فيه زيكم، مفيش اي فرق، انا بس عامله وباكد تاني ان احنا نساعد بعض، بجانب طبعا الجروب اللي هيعملوه الدكاتره معاكم. شكرا لو كملتوا الفيديو للاخر. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك تحت الفيديو عشان الفيديو يوصل لعدد اكتر وكله يستفيد، ومحدش ينزل سناتر تاني ويعيد ثانويه عامه تاني وكانه مخرجش منها. استنوا ان شاء الله فيديوهات جايه هقول لكم على مصادر من اليوتيوب تذاكروا منها، ومصادر مجانيه تقدروا ان انتوا تذاكروا منها، غير موضوع الكورسات الاونلاين ده او السناتر.